لا، اوعى فوز الاهلي ينسيك ان الاهلي عنده مشكله كبيره بالخروج بالكوره. لولا ان انت عندك لاعب استثنائي زي مروان عطيه هيبقى عندك مشاكل كتيره. النهارده يا جماعه مروان عطيه النهارده علق على نفسه جامد جدا. لاعب فعلا يا جماعه استثنائي، خد الكوره من الشناوي ومشي بيها 20 25 متر، قدر في 4 نقلات الاهلي يجيب هدف عالمي لحسين الشحات. الاهلي يا جماعه عنده مشكله بخروج بالكوره، والاهلي هيعاني جدا الفتره الجايه من الحته دي في غياب واحد زي عبد المنعم اللي كان بيطلع الاهلي بالكوره صح جدا لمروان. تعالوا يا جماعه نشوف كده الجون الرابع اللي جاب حسين الشحات بدات ازاي من لاعب استثنائي اسمه مروان عطيه. ركز على مروان عطيه اللاعب الاستثنائي اللي عندك. بس يا جماعه مروان بيعمل ايه؟ قطع ازاي 20 25 متر. نكمل. واحد اكرم، اتنين لطاهر، كمل كده، تلاتة لامام عاشور، الرابعه للشحات، جول. الجول بدأ ازاي؟ زي ما قلنا من مروان. كان يا جماعه منعم الاول كان هو يستلم يطلع مروان، كان مركزه ديستروير. دلوقتي مروان دلوقتي علق على نفسه لاعب استثنائي، هو اللي راح واستلم ومش في 20 25 متر عشان يجيب جول عالمي في 4 نقلات. بس قدر يجيب الاهلي جول عالمي بسبب واحد استثنائي زي مروان عطيه. اوعى تنسى الاهلي عنده مشكله بالخروج بالكوره. يا ترى المره اللي في الفترات الجايه واللقاءات الجايه للاهلي المدربين هيقدروا يوقفوا مروان عطيه بلعبه زي دي؟ قول لي رايك في الكومنتات. مساء الفل.